السلام عليكم. اليوم غادي نحضر معكم الكيك المقلوب بالكركاع والتفاح. علاش تسمى الكيك المقلوب؟ لانه هذا الوجه هو اللي كيكون لتحت وكنردوه الفوق. نورمالمون الكيك حتى تنصاوب الكيك وتنزوقو به التفاح، كنزوقوه بالتفاح. انا لا، حطيته لتحت وحطيت التفاح لتحت عاد وضعت فيه الكيك. بهذه الطريقه كيكون هاد الجهه اللي هاد الوجه ديالو هو اللي كيكون منه النار، وهذاك سكر حبيبات اللي كندير فيه كيعطيه واحد التعليكه وواحد القرمشه، كيجي رائع في المذاق. يعني حتى داك لوغو نتاع كيما كتشوفوا بحال معسل ما مدهون لا بناباج لا بعسل لا بتا شي حاجه، هكا كيجي رائع. نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه. بسم الله. بالنسبه للكيك ديالي عندي هنا 3 البيضات، عندي كاس العنبه نتاع اللبن، عندي كاس لاروب نتاع زيت وزبده مخلطين، عندي 3 لي ساشي الفاني، جوج لي ساشي الفاني، وثلاثه الخميرات تاع الحلويات من فئه 8 غرام كل، يعني كل ساشي فيها 8 غرام. وعندي واحد 100 غرام نتاع سكر سنيده، سكر حبيبات، والدقيق بالطبع على حسب الخليط. وعندي هنا واحد المول اللي دهنته بالزبده ودرت ليه واحد يعني بابي كويسون، يعني ورق الطبخيف لداخل، ودرت ليه توا الزبده، ودرت التفاح يعني قطعته قديته ومعه الكركاع ورشيته بسنيده. يعني هنا عندي فيه فرشت ليه الزبده والتفاح والكركاع وسنيده في المول ديالي. دروكا غادي نبدا في التحضير. من بعد ما طلعت البيض ديالي حتى ولا لونه ابيض، غادي نبدا نضيف عفوا غادي نبدا نضيف الزيت والزبده بشوي بشوي، وانا كنطلع فيها بحال بغينا نصاوبو الماء. دروكا من بعد ما طلعنا ديك خليط الزبده والزيت، غادي نوضعوه هنا اللبن. انا كندير اللبن كيجي مذاق رائع، يعني حسن ممكن تستعملوا غير الحليب، مي انا استعملت اللبن كيجي به احسن. كما كتلاحظوا ما كنخدمش الخلاط، عفوا كنخدمش الخلاط باش ما يهبط لياش هذاك البيض اللي طلعت. يعني نحاول نخلطو غير بمعلقه او بطراب يدوي فقط. كما كتلاحظوا ما غاديش نستعمل كاع الخلاط. صافي غادي نوضع دابا خميره الحلويات، ونضيف معها الدقيق ونخلط الجميع. المهم الدقيق ما غاديش نخلطو دقه واحده، غير بشوي بشوي كما كتعرفوا، باش حتى نعرفوا حتى القوام ديالها. حتى في اللبن سبحان الله العظيم، حتى في اللون ديال الكيك ديالنا تيكون مختلف، تيكون لونه اكثر بياض، يعني تيكون بيض اكثر. سبحان الله، ماشي لا في المذاق ولا في تيعطي واحد القوام للكيك، يعني في شكل يعني احسن من الحليب. والواحد يدير الحليب يعني ماشي ضروري، الا ما متوفرش او ما بغيناش ممكن نستعملوا غير الحليب.
قوامة الكيك ديالنا راه هو هذا، ما باقيش غنزيد الدقيق كما كتشوفوا، يعني ما خفيفش بزاف، لانه الا كان الكيك ديالنا خفيف كما كتعرفوا راه كيهبط، كتقولوا الكيك كيهبط، السبب ديالو هو خفيف. وثاني باش يكون الكيك ديالنا مهوي وخفيف ما خصو يكون ثاني دقيق بزاف، يكون ثاني مدقص، خصو يكون يعني كما كتشوفوا واحد الخليط ها كيدير لنا الخيط، وفي نفس الوقت يعني هو هذاك ما خفيف ما ثقيل. صافي غادي نفرغوا دابا في المول ديالنا اللي سبقنا وحضرنا معاه في الاول، وغادي ندخلوه للفرن واحد 180 درجه بحال كيف ما كنصاوبوا الكيك عادي، نفس فاش كنطيبوا الكيك يعني ناقص، ونخليوه ما نحلوش عليه حتى تدوزو عندنا لينا على الاقل واحد 25 او 30 دقيقه. غادي نكمل داك الكيك ديالي نفرغو وندخلو الفرن. الشكل النهائي الكيك ديالنا هو هذا من بعد ما طاب، يعني كيجي بحال معسل لانه فيه سنيده. ها هو التفاح اللي درنا، وهنا الكركاع يعني كيجي غرانولي يعني مقرمش، وكيجي حتى اللون ما نحتاجوش ندهنو لا بناباج لا حتى شي حاجه، يعني غير هذاك السنيده اللي درت فيه يعني كتعطي ديك التعسيله الكيك ديالنا.